أعزائي مشاهدي مودرن كورة، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلام وكلام. قبل ما نروح مع بعض على منشطات الغد، عايز أقف معاكم قدام لقطة الأسبوع. هنشوفها مع معتز على الشاشة. الصورة ديت ما خدناهاش من سلخانة ولا من مذبح ولا من مجزر الآلي. الصورة دي التقطها لنا الزميل أحمد القصاص من استاد اسكندرية قبل مباراة الاتحاد ومطروح. جماهير الاتحاد السكندري قبل المباراة ديت كان عندها حالة من التشاؤم وحالة من الغضب للنتائج السيئة لفريقها، فقال لك إن في نوع من النحس بيلازم الفريق، فعشان نفك النحس لازم نعمل يعني نذبح ذبيحة. خدوا الشاه أو الخروف وذبحوه جوه استاد اسكندرية. المثير في الأمر إن بعد ما ذبحوا الخروف زي ما احنا ما شفنا كده على الشاشة، خدوا الدم وقعدوا يلطخوا بيه الشباك بتاعه المرمى المنافس قبل المباراه ما تبدا، ولحد من مراقب المباراه لجنه المسابقات اتكلم، ولا منظم المباراه او اي مسؤول من اتحاد الكره اتكلم. والجماهير بعد ما عملت الواقعه ديت قالت لك احنا في مباراه، يعني في المباراه اللي جايه اول مباراه للاتحاد في الدوري مش هنكتفي بقى بخروف، ده الخروف يعني يا دوب كسبنا بيه مطروح، هندخل عجل وهنذبحه. أنا عايز أقول بس إن إحنا بعد مباراة مصر والنيجر كلنا اتكلمنا على المعزة الشهيرة، وقلنا المعزة تسببت في الخسارة، وفين الاتحاد الأفريقي اللي يخلي معزة زي كده تنزل الملعب، وفين مسؤول الكاف، وإزاي حاجة زي كده نبقى إحنا يعني الاتحاد الأفريقي من أكبر الاتحادات المنظمة لبطولات كرة القدم، إزاي يبقى يسمح بحاجة زي كده. ادي واقع اهي في نادي الاتحاد السكندري في ملعب الاسكندريه، وده ملعب مش صغير، ونادي الاتحاد مش نادي صغير، فاحنا بنوجهها لجنه المسابقات، بنوجهها للكابتن سمير زاهر، وبنقول له احنا عايزين يعني يبقى الكلام دوت مش موجود خلال الفتره اللي جايه عشان ما نضحكش الناس علينا اكتر من كده. كده لقطتنا خلصت، وتعالوا مع بعض نشوف منشطات بكره بتقول ايه. المنشطات معانا هنبدأ من الأهرام. إعلان جدول مباريات الدور الثاني للدوري وقمة الأهلي والزمالك 29 إبريل. الجدول تم إعلانه بعد انتظار طويل. الأهرام برضو، الإسماعيلي ينتظر بيع المعتصم سالم لإتمام التعاقد مع المهاجم الأفريقي. المعتصم خد وقت كبير جدا على الشاشة، هيبيعوه مش هيبيعوه، هيعملوا عليه مزايدة مش هيعملوا عليه مزايدة. هنشوف الأيام اللي جاية الإسماعيلي هيعمل إيه مع المعتصم. نروح مع بعض للشروق. أمن بني سويف يوافق على استضافة مباراة المقصة والأهلي. يا بخت جماهير المقصة، النادي الأهلي أول مرة هيروح لهم. الشروق برضو، ضياء السيد ينفي المفاوضات مع منتخب الشباب، والجهاز القديم يقود المعسكر مؤقتا. كلام كتير اتقال على ضياء السيد خلال الفترة اللي فاتت، هو نفسه طالع بتصريح في الشروق بيقول لك ان انا ما حدش فاوضني وانا لسه ما اعرفش اي حاجة. نروح للجمهورية. الزمالك يتهم جماهير الاهلي بخدش حياء شيكابالا. من الجمهورية للدستور، فرحة بين لاعبي النادي الاهلي لعودة جوزيه لتدريب الفريق. طبعا لاعيبة النادي الاهلي من حقها تفرح، هم اتكلموا خلال تولي كابتن حسام البدري المسؤولية، بعضهم اتكلم زي الكابتن محمد ابو تريكة وقال لك ان مانويل جوزيه هو اللاعب الوحيد اللي بيقدر يطلع طاقتنا، وهو اللي بيقدر يخلينا ندي في الملعب بشكل كويس، فاحنا مستنيين مانويل جوزيه ومستنيين النادي الاهلي يرجع لسابق عهده، عشان احنا عارفين ان الكرة المصرية من غير الاهلي او الزمالك ما بتبقاش ماشية بشكل كويس. في الدستور برضو، سمير زاهر يرهن تخفيف عقوبة شيكابالا بالتراجع عن الاعتزال والانضمام للمنتخب. شيكابالا احنا عرفنا من ساعات انضم للمنتخب وتراجع على الاعتزال، ولكن في فرق بين العقوبة واللعب الدولي. مفيش حاجة اسمها نخفف العقوبة لو لعب، مفيش حاجة اسمها عشان يجي يلعب للمنتخب يبقى نخفف العقوبة أو ما نخففش العقوبة. الدستور، الزمالك يحاول جمع فلوس صفقة المعتصم.
انا شايف ان لو الزمالك يعني ما عندوش فلوس في الوقت الحالي مفيش داعي ان انت تجمع فلوس عشان تضم المعتصم سالم خلال الفتره اللي جايه، وممكن تستعين باي لاعب تاني مكان المعتصم وتوفر الفلوس لحل العديد من المشاكل اللي بتحاصر نادي الزمالك خلال الفتره الحاليه. بكده خلصت منشتاتنا، وتعالوا نروح نشوف على الورق عندنا فين. على الورق النهارده بعد مباراه القمه بين النادي الاهلي ونادي الزمالك الكل قاعد يتكلم، كابتن حسام وكابتن زيزو كل واحد فيهم قاعد يتكلم. كابتن زيزو بعد المؤتمر الصحفي قال لك الفوز افلت من ايدينا وتوقعت تشكيل الزمالك قبل القمه. كابتن حسام حسن قال لك كنا الافضل والاحق بالفوز على الاهلي. يعني كل واحد اتكلم، كابتن زيزو قال انا الافضل، كابتن حسام قال انا الافضل، كل واحد فيهم شاف المباراه من وجهه نظره، لدرجه ان كل الاعمده وكل المقالات معظمها يعني او اغلبها طلع يتكلم يقول لك الاثنين مدربين كانهم كانوا بيديروا مباراه احنا ما اتفرجناش عليها، لا ده كان يستحق ولا ده كان يستحق. كان في فريق يتفوق على الاخر، ولكن كل مدير فني فيهم شايف المباراه بمنظوره وشايف المباراه برؤيته، او بيحاول يصدر للراي العام بتاعه او للراي العام الجماهيري للنادي اللي هو بيقوم بتدريبه، بيصدر لهم الكلام دوت عشان ما يحسوش ان هو اثر خلال اللقاء. ولكن المصري اليوم للدكتور عمرو عبيد عملت احصائيه كانت نتيجتها بالارقام والاحصائيات الاهلي الافضل والزمالك بلا خطوره. طبعا الاحصائيات والارقام ما بتكذبش، اتعملت احصائيه اكتر تمريرات، اكتر تسديدات، اكتر فرص، اكتر لعب على المرمى ايجابي، تفوق النادي الاهلي على نادي الزمالك، وده طبعا كلام الاحصائيات مش كلامنا احنا. هنروح من مباراه القمه لمزايده الرعايه في اتحاد الكره والازمه والاعاده ومش الاعاده والكلام اللي اثير خلال الفتره اللي فاتت. كلام كتير جدا، المزايده اتعادت والمزايده اتعملت والكلام كله كتير، لكن فجاه المجلس القومي للرياضه طلع ببيان غريب قوي في كل الجرايد، قال فيه في الاهرام المجلس القومي للرياضه المزايده من اختصاص اتحاد الكره ودورنا رقابي فقط. لكن بقى في شوط بيقول لك القومي للرياضه يغازل الاستثمار الاجنبي في مزايده اتحاد الكره. يعني في الاهرام المجلس القومي للرياضه بيقول لك انا ماليش دعوه، المزايده دي دورها لاتحاد الكره، انا بس براقب على الاجراءات اللي بيعملوها. ولكن في شوط بتقول لك ان المجلس القومي للرياضه بيغازل الشركات الاجنبيه عشان تخش المزايده ويعني وتشتري حقوق اتحاد الكره المصري، وبيقولوا ان المجلس القومي يعني ليه حق اصيل. فهل نصدق المجلس القومي وبيانه ولا نصدق الكلام اللي اتنشر في شوط؟ الاغرب بقى ان المهندس محمود الشامي عضو مجلس اداره اتحاد الكره برضه في تصريح ليه قال لك الهدف من فتح الباب امام الشركات الاجنبيه هو الحصول على اعلى عائد لاتحاد الكره. كلام جميل، يعني هو بيقول لك الهدف ان انا افتح الباب امام الشركات الاجنبيه ان انا اجيب اعلى عائد لاتحاد الكره عشان يعني نقدر ننعش المنتخبات ونقدر نخلي كل الناس تاخد فلوس بشكل كويس، واللي عنده مشكله يقدر يحل جزء منها من خلال الفلوس الرعايه اللي داخله ديت. ولكن الاستاذ عمرو وهبي مدير التسويق باتحاد الكره قال برضو تصريح مناقض لتصريح المهندس محمود الشامي، قال لك العبره في انهاء المزايده لا يعتمد فقط على من يدفع اكتر ولكن يعتمد على من يدير افضل. يعني عمرو وهبي بيقول لك ان العبره عندنا مش مين يدفع اكتر، واحنا ما يهمناش مين يجيب فلوس اكتر، ولكن اللي يهمنا مين اللي يدير حقوق الاتحاد بشكل كويس عشان ما يموتهاش، عشان ينعشها ويخليها ليها ثمن خلال يعني الزمن المقبل او خلال الفترات المقبله. ولكن الكابتن المهندس محمود الشامي قال كلام عكس كده، احنا اللي يهمنا ان هي تجيب لنا فلوس اكتر. طب نصدق بقى محمود الشامي ولا نصدق عمرو وهبي؟ والمفروض ان هم كلهم بيجمعهم اتحاد الكره، اتحاد واحد. بكده خلصت فقرتنا على الورق، وتعالوا مع بعض نطلع لفاصل ونرجع لكم. اشرب بيبسي طول الدوري وبص على النص المليان. الدوري المصري بعيون مختلفة وتناول آخر، تحليل شامل للمباريات برؤية أكبر خبراء اللعبة في مصر، الكرة العالمية والدوريات العربية، آراء وتحليلات على مودرن كورة.
هتشبع كورة. النهارده معانا رئيس هيئة ملاعب الدوري الأصلي. المشاهدين بيسألوا ايه أخبار الملاعب عندنا؟ أنا عارف إن الناس بتشتكي من النجيلة والنقر. تعرف إن النقر دي هي اللي بتعمل الإثارة في الماتش؟ يا سلام. طبعا ده تمرين للعيبة. الكرة تبقى جاية لك كده تيجي كده. أمال إحنا بناخد كأس أفريقيا إزاي؟ احنا بالنقر. يا ريت نفتح مخنا شوية يا جماعة. يبقى نفتح بيبسي طول الدوري. هي الناس اللي ورا دي بتعمل ايه؟ بتركب الغاز. غاز. اشرب بيبسي طول الدوري وبص على النص المليان. كورة أونلاين. الحقيقة فقط شعار دائم لكورة أونلاين. ما كناش نبدأ الدوري دلوقتي. أنت اللي اخترت النادي. بيشبهوني بكاتوزو يعني. الزمالك أهنت أخبار. الكثير من الأخبار والتفاصيل. عايز أضيف حاجة للنادي ده. الأهلي يمنع التصريحات ويبحث الإصلاحات. أحداث. أي حادث في الدنيا في أي شيء. قضايا. الناس دي هي اللي تتحاكم جنائيا بقى، مش قضية جد. القصة اللي أنا أحكيها لك دي يا أستاذ محمد مش هتسمعها غير مني أنا بس. حوار خطير جدا. معالجة موضوعية. أنت ممكن تسيب الكورة وتلعب تنس. يعني أنا مش من النوعية اللي باكل عيش وخلاص. مين السبب في اللي حصل؟ لكل قضايا الرياضة المصرية. من يحاسب لجنة الكورة؟ كورة أونلاين مع محمد شبانة. ما تفكرش تلعب في نادي مصر؟ الناس دي مش هتسيبنا في حالنا ولا أنا ولا أنت يعني. كلام هزلي. مصرية 100%. معانا منظم الدوري الأصلي. عايزين نعرف ايه مشكلة عدم انتظام جدول الدوري. شوف، بره الدوري بيبدأ في شهر تقريبا وبيخلص في نفس الوقت، بس المشكلة انك بتبقى عارف ترتيب المباريات طب فين المتعة والإثارة؟ مفيش. عندنا بقى في الدوري بتاعنا تفضل تسأل نفسك طول السنة، هو الماتش النهارده ولا يوم وهنلعب مع بتاع ولا منتهى الإثارة. انت كنت عايز يعني هنمسك الدوري طول البيبسي في ستوب. اشرب بيبسي طول الدوري وبص على النص المليان. تملك قلبي. خط الشيخ ياسين التهامي. اتصل من أي خط أرضي على 09101 أو من أي محمول على 2384. لا جاه ولا مال العز بالله إذا ما بدت روحي. مع أجمل المقاطع من الحفلات النادرة حصريا فقط على خط الشيخ ياسين التهامي. هي نجاتني. حملها الآن واهديها للي بتحبه. اتصل من أي خط أرضي على 09101 أو من أي محمول على 2384. اشرب بيبسي طول الدوري وبص على النص المليان. رجعنا لكم تاني بفقرتنا بدون عنوان. عندنا هنبدأ من الأهرام المسائي. تهدئة الأجواء بين إبراهيم حسن وعبد الغني. زاهر وجلال اتفقوا على إيقاف التصريحات بين الطرفين. كابتن سمير زاهر والمستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك اتفقوا على وقف التصريحات بين الطرفين، ولكن الفرسان بتقول إبراهيم حسن عبد الغني لا يجرؤ على إيقافه. في المصري اليوم عبد الغني يطالب لجنة الانضباط بمعاقبة إبراهيم حسن ويؤكد لا يوجد كفيل ليه في الدول العربية. النهارده يعني في عدد بكره في المصري اليوم الكابتن ابراهيم حسن بيدرس ملاحقه مجدي عبد الغني قضائيا. طيب كل دوت وفي اتفاق على التهدئه بين الطرفين، طب لو ما فيش اتفاق على التهدئه كانوا عملوا ايه في بعض؟ طيب نروح للاهرام. الزمالك يرفض شكوى جماهير الاهلي للهتافات ضد شيكابالا. ده كان يوم الجمعه. يوم السبت المصري اليوم الزمالك يقدم شكوى للجنة المسابقات ضد جماهير الأهلي لتجاوزها ضد شيكابالا. طب إيه اللي اتغير من الجمعة للسبت؟ هل في حد يعني اتكلم مع مسؤولين نادي الزمالك إن أنتوا لازم تتقدموا بشكوى ضد جماهير النادي الأهلي؟ أنا مش عارف إيه اللي اتغير، يا إما من الأول نقول هنشكو يا إما ما نقولش هنشكو. نروح لنهضة مصر. الزمالك يهدد باللجوء للفيفا في حال معاقبة شيكابالا. الشروق بترد على الخبر دوت بتقول لك الزمالك ينفي تصعيد هتافات جماهير الاهلي ضد شيكابالا للفيفا. طب نصدق مين، الشروق ولا نصدق نهضة مصر؟ نروح للموقع الرسمي لاتحاد الكرة. زاهر يكلف مجاهد اللي هو عزمي مجاهد باعداد تقرير عن تجاوزات القمة لعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ قرارات حاسمة ضد التجاوزات.
طيب كابتن سمير زاهر، يعني مش احنا قايلين ان في لجنه مسابقات هي اللي بتعمل التقارير ديت، وفي لجنه انضباط بتعمل تقارير التصريحات اللي بره الملعب، وهم اللي بياخدوا العقوبات. طب مجلس اداره اتحاد الكوره هو اللي هياخد عقوبات. نروح بقى لصفحه 19 وصفحه 20 في الجمهوريه عشان هنقف قدامهم وقفتين، وقفه هنا في بدون عنوان ووقفه في الصفحه الاولى. الوقفه الاولى في الجمهوريه صفحه عدد الحد صفحه 19، سعد وهمام وميهوب وسليمان مرشحين لتولي تدريب منتخب الشباب، والمقارنه صعبه بين محمود سعد المرشح الاول وماهر همام. الجمهوريه عدد الحد صاد 20، ضياء السيد الاقرب لتولي منتخب الشباب، ومشكله مع اعضاء مجلس الاتحاد لترشيحه هشام يكن. طب يعني في خبرين في الجمهوريه في نفس اليوم في يوم الاحد. الخبر بتاع صفحه 19 بيقول ان في 4 مدربين هيتولوا المهمه ومفيش خامس، يعني هيبقى غيرهم، وان الصراع يعني مشتد للغايه بين محمود سعد وماهر همام في نفس اليوم وفي نفس الصفحه، ولكن في نفس اليوم وفي نفس العدد، ولكن في صفحه 20 ضياء السيد الاقرب لتولي المهمه، ولكن المشكله يعني المشكله مع اعضاء مجلس الاتحاد لترشيحه هشام يكن. طب نصدق صفحه 19 ولا نصدق صفحه 20؟ هنشوف صفحه 19 وصفحه 20 برضو، ولكن على الصفحه الاولى. الصفحه الاولى كل الناس طلعت في عدد الحد ان شيكابالا ان حسن شحاته بيفاجئ الجميع وبيضم شيكابالا للمنتخب الوطني. ولكن في صفحه 19 في مقال الاستاذ ماجد نوار انا فوجئت بيه، بيقول ارفض اسلوب المعلم شحاته بنيته في استبعاد شيكابالا نهائيا من المنتخب في اعقاب اعلان واعتزال اللعب الدولي. المفروض في اعقاب تصريح اللاعب يعلن شحاته الاسماء التي اختارها ويكون اولهم هذا الشيكا. طبعا ده في عدد الحد النهارده، اللي الاسماء اتعلنت امبارح، يعني اتعلنت قبل الجورنال ما يبقى في السوق ب 12 ساعه، والاستاذ ماجد نوار بيعاتب كابتن حسن شحاته على نيته. طب انت دخلت نيته ازاي؟ طب ما نيته هي ما اختارش الراجل، اختار الراجل شيكابالا وما بعدهوش زي ما احنا بنقول. طيب انا قلت ممكن يبقى الاستاذ ماجد نوار ما جالهمش الخبر بتاع الاسماء، او مثلا الاسم بتاع شيكابالا سقط او اي حاجه من الكلام دوت، فبقلب رحت لصفحه 20 اللي هي 19 و20. رحت لصفحه 20 لقيت الاستاذ رضوان الزياتي كاتب بيقول المنتخب يفاجئ الجميع بضم شيكابالا. طيب يا استاذ ماجد، طب ما كنت بصيت على الخبر اللي هينزل في صفحه 20 عشان ما يحصلش التضارب في نفس الصفحه، لان كده 19 و20 فيها خبرين متضاربين، الخبر بتاع ضياء السيد والخبر بتاع شيكابالا. نروح لشوط. الاسماعيلي يوافق على بيع المعتصم سالم للاهلي، ولكن في اخبار اليوم الاسماعيلي ينتظر حزم ازمه المعتصم سالم. فعلا لسه في ازمه على المعتصم سالم، والاسماعيلي لسه ما وافقش عليه للنادي الاهلي وحاطينه في مزايده، واللي هيدفع لهم اكتر هيبيعوه. وزي ما احنا عرفنا امبارح ان المقصه دخل بقوه على المعتصم سالم. نروح لروزا اليوسف. الاهلي يتعاقد مع جوزيه لمده عام. ده خبر الصفحه الاولى في روزا اليوسف النهارده. كلنا عرفنا وقرينا على الموقع الرسمي للنادي الاهلي وقرينا في كل الصحف ان جوزيه وقع للنادي الاهلي 18 شهر، يعني عام ونصف. روزا اليوسف بس هي المتمسكه ان مانويل جوزيه هيقعد عام واحد. ولكن نروح لاخبار الرياضه. عقوبات في انتظار الشتامين اللي هم قعدوا يشتموا ابو تريكه جماهير الزمالك طبعا، واللي قعدوا يشتموا شيكابالا جماهير الاهلي في مباراه القمه الاخيره. يا ريت اتحاد الكره يعاقبهم، بس العقاب يبقى رادع، ما يبقاش 10000 ولا 15000، لان الكلام ده ما بيرجعش الناس. لازم يبقى لو قرر الموضوع دوت يبقى فيه تتلعب مباريات بدون جمهور، ولو ده مش موجود في اللائحه يا ريت المعنيين على وضع اللوائح يبصوا الموضوع دوت بعين قويه. بكده خلصت الصفحه الاولى ونطلع لفاصل مع بعض. رجعنا لكم بفقره قلم مين. انا خدت لكم مقطعين بيتكلموا على مباراه القمه، والمقطعين من اخبار اليوم. الاول الاستاذ خالد جبر بيتكلم بيقول كنت امني نفسي بفوز ابيض يعوض 6 اعوام ونحو 20 مباراه لم يتحقق فيها الا فوز ابيض واحد، فاذا لم يكسب الزمالك الان فمتى سيكسب؟
طبعا كلنا عارفين الاستاذ خالد جبر المدير السابق للمركز الاعلامي في نادي الزمالك، وكلنا عارفين انتمائه الزملكاوي، وهو بيقول يعني يا جماعه ان في عز ان الزمالك متالق وفي عز ما في يعني اوج تالقه وفي عز النجوميه اللي هو فيها امتى الزمالك هيكسب؟ الراجل بيقول بقالي اكتر من 20 مباراه ما فرحتش غير مره واحده، وكان متعشم ان هو يعني يلاقي فرقه الزمالك بتأدي بشكل كويس وبتتفوق وبتكتسح النادي الاهلي. وقال اكتر من كده، قال ان المباراه في مقاله قال ان المباراه كانت ممله وان المديرين الفنيين يعني ما قدموش خلالها اللي يظهروا بيه بشكل كويس، وما قدموش خلالها اللي هم يقولوا ان احنا عايزين نكسب. وكلهم كان كل زيزو كان خايف وحسام حسن كان خايف، وبيدي تساؤل في مقاله بيقول ازاي انتوا بتتكلموا وبتقولوا انت فرحان وده فرحان، انت مبسوط وده مبسوط باداء فرقتك؟ هو انتوا لعبتوا مباراه غير اللي احنا اتفرجنا عليها؟ انتوا الاثنين كنتوا وحشين، انتوا الاثنين كنتوا سيئين للغايه. ولكن بيقول ان النادي الاهلي ليه عذره بسبب تراجع نتائجه خلال الفتره الاخيره، ولكن نادي الزمالك خيب امال جماهيره اللي هو واحد منهم. الزمالك دخل المباراه والناس كلها يعني حاطه امال عليه ان هو هيكسب النادي الاهلي وبفارق كبير من الاهداف. وبيقول الاستاذ خالد جبر ان ده كانت امنيه مشروعه لكل الزملكاويه في ظل التألق الغير عادي للاعيبه النادي الزمالك والجهاز الفني بقياده حسام حسن قبل مباراه الاهلي. ولكن يبدو ان مباراه الاهلي يعني بقت عقده بالنسبه للزملكاويه، وبيقول امتى هنكسب. بيوافقوا بقى يعني لاول مره بيتفق معاه الاستاذ احمد السعيد. الاستاذ احمد السعيد كلنا عارفين ان هو برضو ينتمي للقلعه الحمراء وبيكتب مقال في مجله النادي الاهلي. اول مره بيتفق مع الاستاذ خالد جبر، وبيقول برضو في مقاله امتى الزمالك هيكسب الاهلي. بيقول المقال بتاع الاستاذ احمد السعيد: سؤال يتردد في الخفاء بين الجماهير البيضاء ويتمنون ان يجدوا اجابه عنه عند عباقره التحليل الرياضي. اذا كان رايهم ان الزمالك يعيش ازهى حالاته الفنيه هذه الايام ويقدم موسما رائعا بفضل حيويه شبابه، فمتى يفوز على الاهلي وهو يلهث بعواجيزه كما يصورونهم عقب كل مباراه؟ يعني الاستاذ احمد السعيد بيقول بيوجه سؤال للمحللين الرياضيين في القنوات الفضائيه، بيقول لهم انتوا بعد كل مباراه بتقولوا ان النادي الاهلي بيلهث وان لعيبته كبرت وان لعيبته عجزت. طيب انتوا ليه يعني الجماهير الزملكاويه عايزه منكم اجابه ليه الزمالك ما قدرش يكسب الاهلي رغم ان هو كله حيويه وكله شباب وكله طاقه؟ ليه ما قدرتوش تكسبوا الاهلي؟ وده طبعا السؤال امتى الزمالك هيكسب الاهلي ده مش لسان حال خالد جبر واحمد السعيد بس، ده لسان حال كل الزملكاويه اللي خرجوا من مباراه القمه، على الرغم من الناس كلها كانت بتقول ان الزملكاويه فرحانين، لا الزملكاويه طلعوا يعني زعلانين جدا على النتيجه اللي قالت ليها المباراه. كانوا بيتمنوا ان هم يفوزوا على النادي الاهلي، خصوصا ان النادي الاهلي كلنا عارفين ان هو بيمر بظروف صعبه. الوقت يعني كان يعني صعب جدا على النادي الاهلي، بقى لهم فتره في اداء متراجع. تغيير الجهاز الفني وتواجد الكابتن عبد العزيز عبد الشافي خلفا للكابتن حسام البدري اللي تقدم باستقالته، كل دي كانت مقدمات بتقول ان نادي الزمالك هيكسب النادي الاهلي، والجماهير الزملكاويه عشمت نفسها قبل المباراه. ولكن انا بقول للجماهير الزملكاويه اللي هي بتسال التساؤل: انت ممكن تكسبوا النادي الاهلي بسهوله جدا لو انتم ما حملتوش لاعبكم اكتر من طاقتهم، لان الجماهير عملت عبء وضغط كبير جدا على نادي الزمالك قبل المباراه، وبدا الكل في الشارع يقول ان نادي الزمالك هو اللي هيفوز، ونسيوا ان النادي الاهلي بيضم بين صفوفه مجموعه من افضل العناصر اللي موجوده على الساحه، وعندهم من الخبرات اللي يأهلهم للتعامل مع مثل هذه المباريات. بكده خلصت فقره قلم مين، وتعالوا نشوف مع بعض وجهه نظر فيها وجهة نظر عندنا النهارده بعنوان عودة شيكابالا. كلنا عارفين ان شيكابالا عاد للمنتخب بفضل المحاولات اللي بذلها المستشار جلال ابراهيم وابراهيم حسن. انا بحيي كل اللي ساعد شيكابالا في التوقيت الصعب دوت، بحييهم ان هم وقفوا جنبه ما دبحوهوش على الرغم من تجاوزات اللاعب، ولكن الناس كلها وقفت جنب شيكابالا. فانا بقول لشيكابالا يا ريت تقف جنب نفسك وتبقى على قد المسؤوليه خلال الفتره اللي جايه. وبكده خلصت فقرتنا النهارده وخلصت حلقتنا، وبكره نشوفكم في حلقه جديده مع الزميل العزيز اسامه ابو زيد، وتصبحوا على خير.